طيب النهارده معانا العربيه المظلومه بيجو 307 اس دبليو اللي هي ستيشن واجن، عربيه ستيشن، تنزل سقف بانوراما، بتنزل 6 ايرباج، نوت سكور، ثبت سرعه، محدد سرعه، اي بي اس، اي بي دي، فرامل ديسكات امامي وخلفي، وكمالات ثانيه كتير جدا. العربيه دي ليه بقول انها عربيه مظلومه؟ لانها واخده سمعه مش كويسه، لان العربيات الفرنسيه واحنا عارفين ان هي خصوصا الرينو ميجان لما نزلت كان فيها شويه مشاكل في دوره التبريد، الفتيس. تعالوا نبص عليها بصه ونشوف ايه مميزاتها وايه عيوبها. محمد فاروق مع تجربه كار. بيجو 307 اس دبليو او ستيشن واجن، العربيه الفرنساوي المحترمه اللي واخده سمعه في السوق انها عربيه ماشيه على حل شعرها وقليله الادب. بتقول ايه؟ طيب ليه واخده السمعه دي؟ تسال اي حد لو بتفكر تشتري العربيه دي يقول لك يا عم ابعد عنها، دي عربيه كلها مشاكل، بتجيب فتيس ومعقده والضفيره بتاعتها كلها مشاكل. العربيه دي فعلا عربيه كلها مشاكل وقرف ومعقده وقطع غيرها مش موجوده وغاليه نار ومش هتلاقيها، ولا عربيه قيمه مقابل سعر. تعتبر ارخص عربيه، فيها 6 ايرباج، سقف بانوراما، وممكن تتحول كمان 7 سيت. في الفيديو بتاع النهارده هنفرز العربيه وهنتكلم عليها قطعه قطعه زي ما اتعودنا دايما في تجربه كار مع محمد فاروق. طيب نقول مواصفات العربيه اللي على الورق الاول. عربيه فرنساوي ستيشن، في منها نسختين، النسخه الهاتشباك اسمها اكس تي اللي هي دي، والنسخه الستيشن واجن اللي هي الاس دبليو اللي هي عربيتنا النهارده. العربيتين نفس العربيه بالظبط ما عدا فرق حجم الشنطه والتصميم الخلفي بتاع الفوانيس وباب الشنطه. عربيتنا النهارده نازله بمحرك 1600 سي سي، تنفس طبيعي، 4 سلندر، 16 صباب، تكنولوجيا تقليديه جدا وما فيهاش مشاكل، موتور محترم. الموتور ده بيولد 108 حصان عن 5750 لفه، وبيولد 147 نيوتن عند 4000 ار بي ام، يعتبر بيطلع بدري نسبيا. متوصل بفتيس 5 سبيد مانيوال، سيبك منه مش موجود في مصر، او فتيس اوتوماتيك 4 غيار تقليدي جدا اعتيادي، اللي في بعض ناس بتقول لك انها بتجيب فتيس وتعمل مشاكل، وده هنشرحه في الفيديو بالتفصيل. الكلام اللي على الورق ان العربيه لو هي جديده المفروض انها بتوصل من 0 ل 100 في 12 ثانيه و4 وبتوصل لتوب سبيد 182 كيلو في الساعه. طيب نجرب تسارع العربيه كده من على سرعه. نحط السبورت مود هنا اهو، نور هنا على طول الاس وندوس كده دوسه نشوف الدنيا ايه. طب العربيه تبقى اجريسيف اكتر، نتاخر على الغيار، الدنيا معقوله مش وحشه. 100 110 طبعا الموتور سامعين صوته هنا ايه بيزغرط جوه العربيه. 130 140. ثبات العربيه برضو كويس جدا على السرعه دي. 150. طيب نعمل اختبار للفرامل كده، نبص ورانا الاول. هايل هايل، فرامل هايله، انا مش كابس جامد كمان. شوف الموتور بيعمل انجن بريك معايا ازاي، بيرفع الار بي ام عشان يكتف العربيه. اختبار الفرامل هايل واختبار التسارع جيد. بس انا اسف. العربيه طبعا جر امامي. قاعده العجلات بتاعت العربيه 271، دي تعتبر قاعده كبيره نسبيا، وده بينعكس على الصالون من الداخل زي ما نشوف في الفيديو. نظام المكابح بتاعت العربيه او الفرامل ديسكات امامي وخلفي، ومزوده طبعا باي بي اس، وده شيء كويس جدا. مقاس الكاوتش بتاع العربيه جنط 15 او 16، اللي معانا دي الفئه الاولى، هي كانت بتنزل فئتين، الفئه الاولى 195 65 15، الفئه الثانيه بتبقى جنط 16. وزن العربيه فاضيه 1325 كيلو، يعتبر وزن كويس جدا، مش تقيل قوي ومش خفيف قوي. نظام العفشه بتاع العربيه الامامي ماكفيرسون، والخلفي كويل سبرينج تورشون بار، يعني قضيب متصل مش مالتي لينك، وده بيبقى فيه ميزه ان هو بيبقى ارخص في الصيانه واعتمادي اكتر في التحمل وفي الاوزان، لكن في المقابل بيدي شويه نشوفيه في المطبات. استهلاك البنزين داخل المدينه متوسط 7.5 لتر لكل 100 كيلو، ده يعتبر كويس جدا، وعلى الطريق 6.3 لتر لكل 100 كيلو. الافرج بتاعها حوالي 9.5 لتر لكل 100 كيلو، طبعا حسب صيانه العربيه وطريقه سواقتها. خزان الوقود بتاعها 60 لتر، وعربيتنا النهارده اول انتاجها كان بدأ سنة 2002 لحد 2008، كانت نفس التصميم بالظبط مفيش فروق. وسنة 2007 و2008 اللي هو آخر الإنتاج كان في فئتين فقط. معانا النهارده الفئة الأولى، الفئة الثانية بتاعتها بتزيد جنط 16 وإي اس بي أو إلكترونيك ستابيليتي بروجرام اللي هو الثبات الإلكتروني. وبيجو 307 واخدة 4 نجوم في اختبارات السلامة يورو إنكاب من أصل 5 نجوم، وده يعتبر رقم كويس جدا. طيب نتكلم على وسائل الأمان في العربية. بتنزل بإي بي اس، ديسكات أمامي وخلفي للفرامل، 6 إيرباك، ودي حاجة نادرة جدا في الفئة السعرية في المستعمل، في قضبان حماية في الباب، 7
7 احزمه امان عشان لو ركبت اخر كرسيين صف المقاعد الاخير برضه ليهم احزمه امان. الاوروبيين مهتمين جدا بوسائل الامان في عربياتهم ايا كانت ماركتها. وبالنسبه لكماليات العربيه فهي طبعا فيها كل الكماليات البيزك الاساسيه من تكييف وباور وازاز كهرباء وسنتر وكاسيت، بلس ان هي بتزيد فتحه سقف بانوراما، فوانيس شبوره امامي وخلفي، جنود سبور 15 او 16، امكانيه التحكم في مقاعد العربيه الخلفيه سواء الكنبه بتاعه الصف الاول او الصف الثاني، ممكن تشيل كل مقعد منفصل لوحده وده هنشرحه طبعا في الفيديو بالتفصيل. مفتاح ايموبلايزر اللي هو ضد السرقه اللي بيسموه مفتاح فحمه مشفر، ومسمار لك في الجنوط عشان سرقه الجنوط بينزل بيزك في العربيه اساسي. ميزه كمان في العربيه ان العربيه نازله فيها اللك بتاع الجنط اوريجينال من المصنع من 2007. بصوا يا اخوانا نزل اهو المسمار اهو 1 2 3 مسامير عاديه، المسمار ده دقق فيه هتلاقي شكل مختلف غير ده. شايفين مالت فانكشن اللي هو مشهور بتاع الجو الفرنساوي بيبقى ورا طاره تحكم في الكاسيت، كروز درايف ليميت سبيد يعني فيها مثبت سرعه ومحدد سرعه. بسم الله. وهذه الحزام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نعمل كده نشغل التكييف علشان ونفتح ازيكم. مبدئيا العربيه دي اخر انتاج للشكل اللي معايا النهارده ده 2008. العربيه دي خدت سمعه انها بتجيب فتايس، الفتايس بتاعتها مليانه مشاكل وبتضرب فتايس واوعى تقرب منها. العربيه كانت نازله بفئتين سنه 2007 و8، الفئتين هم نفس العربيه بالظبط، الفروق بينهم بسيطه قوي. الفئتين على فكره فيهم البانوراما، هنا مفيش ثبات الكتروني. انا ما بحبش الحاجات اللي متعلقه في المرايه يا دي، انت ما بحبش الحاجات اللي متعلقه في المرايه، لا خليك فوق خليك فوق. الفئه الاعلى كانت بتنزل باي اس بي. طيب ماشي اوكي. الفئه الاعلى كانت بتنزل زياده فيها اي اس بي الكترونيك ستابيليتي بروجرام اللي هو برنامج الثبات الالكتروني، فيها مرايات ضم، طبعا دي مرايات كهرباء بس مش ضم كهرباء، لكن طبعا دي نازله السيفتي باكج كامل. لكن غير كده العربيتين نفس العربيه بالظبط. العربيه دي من ضمن الحاجات المميزه ليها في الكاتيجوري ده اللي هي نادره قوي في الفئه السعريه دي، ان هي 7 سيت، يعني فيها صف ثالث للمقاعد ممكن يركب ورا وممكن ادابتيف ممكن تشيله بيرتابل كده، تخلع الكراسي او الصف الثالث وتركبه بمنتهى السهوله. العربيه دي عربيه ذكيه جدا في الحته دي، معموله يعني في الحته دي يعني مهتمين بيها قوي. كمان في ميزه في العربيه دي ان التكييف بتاعها، الكمبريسور بتاع التكييف ادابتيف ديسبيسمنت، الكمبريسور بيقدر يتكيف مع سرعه العربيه، يعني مش يشتغل مره واحده او يفصل مره واحده، لا بيشتغل بالتدريج ويفصل بالتدريج عشان ما ياثرش على المحرك. طيب نتكلم بقى عن تجربه العربيه ومميزاتها وعيوبها. العربيه دي عربيه عائليه بالمقام الاول وفيها نفحه شبابيه. ازاي؟ تصميم العربيه جذاب جدا سابق عصره. العربيه دي رغم ان فات عليها 16 سنه الا انها لازال شكلها حتى اليوم منافس جدا لعربيات موديلات 23 اللي هي كمان برستيج، مفتاح بتاعها او برستيج العلامه. طيب العربيه دي موجهه لمين؟ عائليه بالمقام الاول، لكن في نفس الوقت اثناء ما انت سايقها هي فيها نفحه شبابي. اداء العربيه، التسارع بتاع العربيه، العزم بتاعها مدياك احساس الاوروبي الروش. طيب اداء المحرك ظروفه ايه؟ اداء المحرك بيميل للاقتصاديه، لكن في نفس الوقت لو تعافيت عليه هتجري. اداء العربيه كويس، التسارع بتاعها كويس. المفروض ان هي من 0 ل 100، طبعا مش قادر احكم تماما. العربيه اللي معايا دي ماشيه بقى لها 16 سنه، العداد بتاعها ما شاء الله 250,000 كيلو، فمش قادر اقول بالظبط، لكن الصح بتاعها الطبيعي لو هي مظبوطه بتعمل حوالي 12 ثانيه ونص تقريبا من 0 ل 100، وده رقم يعتبر كويس جدا على عربيه نسبيا تقيله وفتيس قديم نسبيا، هي مش موجهه للتسارع ومع ذلك هي لا تعتبر كويسه جدا. ثبات العربيه مميز. العربيه رغم العمر اللي فات عليها ورغم ان العفشه بتاعتها تعتبر قديمه نسبيا وتكنولوجيا العفشه قديمه نسبيا، الا ان العربيه دي من النقط المهمه فيها. خلوا بالكم انا بتكلم على الفئه السعريه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان النهارده اللي بيفكر عربيه طبعا مفيش منها زيرو، اللي بيفكر يشتريها مستعمله النهارده رينج سعرها مثلا هتتكلم من نضيف منها من 210 220 ل 250 يعني حسب الحاله. طبعا النهارده الاسعار كلها فلكيه، وللي مش واخد باله او مش متابع، النهارده نيو اكسنت ال 2010 بيطلب فيها 240 و 250 الف الحاله النظيفه. فالنهارده انت بتجيب عربيه اقل من العاديه بربع مليون، فانك تجيب عربيه بالامكانيات دي، وسائل الامان والثبات والكماليات بالرقم ده، دي تعتبر رخيصه جدا وببلاش. كبوت العربيه الومنيوم خفيف جدا جدا، بيبقى مقرف شويه للصنايعيه عشان يسمكروه، لكن هو في المقابل ما بيخزنش حراره وبيدي خفيه لوزن العربيه عشان تكون اكثر اقتصاديه في البنزين. لكن البادي الشركات كلها بتيجي ان يبقى خفيف، فالعربيه الرفارف اللي قدام بتاعتها بلاستيك، لو خبطه خفيفه بيتطبق، خبطه لا قدر الله جامده قوي هيتكسر وهتغيره. نتكلم بقى على مميزات العربيه وعيوبها. نبدا بالمميزات بتاعت العربيه. اول ميزه في العربيه دي في الفئه السعريه وسائل الامان، السيفتي. تقريبا ما فيش عربيه في الموديل ده وفي الفئه السعريه فيها السيفتي باكج بتاع العربيه
دي. الفئه دي نازله ABS EBD 6 ايرباجز، جنوط سبور 15، قضبان حمايه في البيبان، الفرامل بتاعتها ديسكات امامي وخلفي مش درامز ورا، الكاليبر بتاع الفرامل بالكامل، والبيستن بتاعه بوش الماني، حاجه محترمه جدا. فدي اهم ميزه في رايي في العربيه، خصوصا انها عربيه عائليه. الميزه الثانيه في العربيه انت واخد كميه كماليات في الفئه السعريه كتير، فدي برده ميزه. وباور العربيه على فكره حلو، خفيف جوه المدينه وفي نفس الوقت على الطريق ماسك نفسه. الخامات الداخليه بتاعت العربيه كويسه جدا يعني رغم العمر ده كله، لان التابلو نص الفوقاني سوفت تاتش، خامات حلوه، في نواكل كتيره، الفتيس، المقبض بتاع الباب اللي بتفتح منه الومنيوم نيكل وخامته محترمه ولسه خشن زي ما هو. الكلام ده بيديك كده انديكيشن او طباع عن العربيه دي متصنعه عشان تبقى حاجه هيفي ديوتي عشان تعيش، مش المقابض البلاستيك اللي تحس انك لو اتعزمت عليه هيتكسر بسهوله. لا، كمان مميزات العربيه، عظم العربيه ناشف، يعني الشاسيه بتاع العربيه، القوائم بتاعت العربيه ناشفه، صاج العربيه يعتبر كويس جدا، مش الاتقل لكن كويس. احنا بنتكلم النهارده في عربيات معظمها بقى الومنيوم، صاج العربيه وعظم العربيه جيد جدا. كمان بنتكلم في الفئه السعريه دي ان العربيه 7 سيت تقريبا هي ارخص عربيه 7 سيت مستعمله في مصر، مع امكانيه انك تلغي الصف الثالث، الشنطه تبقى كبيره جدا، او تحط كرسي واحد. خلوا بالكم يا اخوانا من النقطه دي، الصف الثالث مش يا اما كنبه يا اما ما فيش، لا ممكن تحط كرسي وبقيه الشنطه تبقى موجوده، ممكن تحط كرسيين، ممكن تشيل الكنبه الثانيه تبقى العربيه الكرسيين اللي قدام وما فيش ولا كرسي ورا. خلوا بالكم مش تتني الكنبه، انت ممكن تخلع الكنبتين خالص، يعني الصفين اللي ورا تخلعهم تبقى راكب عربيه ربع نقل. دي ميزه في قمه الاهميه، وما فيش عربيه تاني فيها الاوبشن ده، ان انت لو معاك ربنا يخلي لك بقى 5 6 عيال، اقلب بقى تعمل زي فيلم افواه وارانب محمود ياسين وفاتن حمامه جنبه و90,000 راس ورا. الميزه اللي بعد كده قطع الغيار. العربيه دي من اهم عيوبها قطع غيارها نار ومش موجوده. المفاجاه رخيصه بالنسبه لسعر العربيه وموجوده. طبعا ليست الاكثر انتشارا وهاجل ده في السلبيات، لكن مش زي السمعه اللي طلع عليها ان قطع غيارها مش موجوده خالص وابعد عن الفرنساوي وهتلف حوالين نفسك ولو حساس باظ وكهرباء العربيه وميه العربيه. مش هقول منتشر قوي لكن موجوده عادي. واسعار قطع غيارها انا شخصيا فاجئتني لما حنكشت كده وسالت على اسعار قطع غيارها، لا كانت مفاجاه بالنسبه لي. اسعار قطع غيارها بافريج الالنترا والسيراتو والنيو اكسنت لك ان تتخيل، يعني تيل الفرامل الاوريجينال ممكن النهارده يعمل 600 جنيه، الاوريجينال البوش الاصلي، سير المجموعه بالبليتين بالكلام ده النهارده يتكلم في 1000 ونص تقريبا 1600 سعر بتاع نيو اكسنت ويمكن ارخص. وطبعا قطع الغيار معمره. اضطريت اركن بالعربيه علشان خاطر ايه الاهتزازات، وفي رادارات كل تقريبا 2 سم بلاقي رادار وبتاع. الميزه اللي بعد كده برستيج العلامه. في الفئه السعريه دي انت صعب قوي انك تركب عربيه ليها برستيج، يعني في الغالب اضطر اتجه للكوري او للصيني في فئه سعريه بتاعت النهارده 200,000 ل 210 220 230. ممكن تركب اوبل او حاجه زي كده بس هتبقى مشاكلها كتيره، ويعني نادر لما تلاقي عربيه كويسه. مش هتركب بقى نيو اكسنت، مش هتركب سبرانزا، مش هتركب شيري، مش هتركب جو 3، يعني عربيات ما بقولش انها وحشه. تبقى ماسك مفتاح كده على علم بيجو ليها برستيجها. الميزه اللي بعد كده مساحات الازاز بتاعت العربيه ضخمه جدا، العربيه تكاد تكون ما فيهاش نقط عاميه. المهندسين بتوع شركه بيجو اهتموا قوي ان يديك مساحات رؤيه شاسعه وانت قاعد جوه العربيه، انت حاسس بنوع من الرفاهيه والطرف خصوصا مع السقف البانوراما، رغم ان العربيه ابعادها كبيره الا ان انت شايفين البربريز الوراني عامل لك الهوايات اللي قدام اللي عند المرايه عشان تشوف النقطه العاميه. معظم العربيات الكوري او كثير منها يعني كورتج والروسان والسيراتو والالنترا ونيو اكسنت تلاقي عربيات كتيره في نقطه عاميه عند المرايه، هنا ما تشوفش. فجاه تلاقي واحد طلع بعجله قدامك، انت كنت فين يا عم انت؟ ثانيا عشان تحس بنوع من المتعه، خصوصا لو انت مسافر معاك عيله معاك ولادك، يحلوا عن دماغك، ينزلوا من عند دماغك ويقعدوا كده يبصوا كده بالازاز طول ما انت مسافر. فالموضوع فعلا ممتع خصوصا مع البانوراما بتاعه العربيه. الميزه اللي بعد كده انها من اكتر العربيات قيمه مقابل سعر. النهارده كلكم عارفين امر واقع، لو معاك 150,000 جنيه هتركب عربيه هلكانه فيرنا او ايفيو او حاجه زي كده، فانك تحط رجلك على اول ستيب في عربيه كويسه مش رائعه مينيمم 200,000 220,000. اللي هي من سنه كانت نفس العربيات اللي ب 100,000 و120,000، فالنهارده امر واقع مينيمم 200 220 عشان تركب عربيه مش وحشه. فانت واخد عربيه بامكانيات جباره في الفئه السعريه، سيفتي وكماليات وبرستيج. النيو اكسنت مثلا ايه وسائل السيفتي اللي فيها؟ حزام الامان، انا مش بقارن بينهم بس ده اكتر سيفتي في النيو اكسنت. العربيه عاليه عن الارض وفي نفس الوقت ثباتا كويسه جدا رغم انها عاليه على الارض. هنا الميزه ان الناس بتخاف من البيجو، بتخاف من قطع الغيار، بتخاف من الفتيس، بتخاف من الحساسات، فدي ميزه انك تلاقي عربيه نظيفه. انا عارف الملاك لما يشوف الفيديو ده كل واحد هيبقى يروح خبط لك 100,000 جنيه زياده، ماليش دعوه، اللي عايز يلحق يشتري. فانت واخد مميزات كتيره بفئه سعريه قليله من اول 200 220 لحد ماكسيمم 240 245، وخصوصا لو الفئه الثانيه بقى اللي فيها ثبات الكتروني، مرايات ضم. على فكره العربيه دي بركب لها مرايات ضم، يعني صاحب العربيه شاري لها مرايات ضم، شاري المرايتين الضم ب 1500 جنيه، كلام فاضي، يعني ارخص من الالنترا. وبالديزل الثانيه شنطه سبور 16 بدل 15، كلام فاضي.
طيب الميزه اللي بعد كده سلك البنزين بتاع العربيه ظروفه ايه؟ والله سلك البنزين كويس جدا لو العربيه سليمه واستخدامك كويس، ممكن توصل 6.5 لتر لكل 100 كيلو. 6.5 لتر، انت متخيل في اسعار البنزين ده النهارده ايه؟ طبعا ده ذا بيست، يعني دي افضل حاجه، لكن الافرج من 6.5 ل 9.5 كويس جدا على وزن وعمر العربيه، وانك تركب عربيه 1600 سي سي. تكييف العربيه دي معروف ان تكييف العربيات الاوروبي مش افضل حاجه، البيجو، ستروين، اوبل، حتى البي ام دبليو مش الافضل. تكييف العربيه دي بقى غريب، لو هو التكييف مظبوط صح قوي هيبقى كويس، ستيل مش بلسعه او مش بكفاءه الياباني تويوتا والكوري الهيونداي وكيا والكلام ده، يعني زي ما قلت الكمبريسور بتاع العربيه دي فاريبل ديسبيسمنت، يعني الكمبريسور مش اون واوف بس، لا متغير، عشان لو مش على سرعه عاليه بيبدا يشتغل تدريجي يفصل تدريجي. لو مظبوط قوي التكييف هيبقى جيد، مش هقول ممتاز. نيجي للعيوب يا حماده. بصوا العيوب بعيدا بقى عن حته ايه، نفق الفتيس مش عارف اللي يقعد في النص يتضايق، والخامه هنا بلاستيك، البقين اللي اليوتيوبر بيقولوهم دول، في بقى الحاجات بقى اللي هي الفعليه بقى اللي على ارض الواقع بقى، خلينا في الحاجات المهمه. العربيه دي مشهور عنها عيب جوهري، الفتيس. القصه ببساطه ان العربيه دي كانت توكيل الله يسامحه كان بيقول الفتيس الزيت بتاعه لونج لايف ما يتغيرش، ما تغيروش زيت الفتيس. ولنا هنا وقفه يا اخوانا في توكيلات كتير جدا بدون ذكر اسمائها زي بي ام دبليو ورينو ونيسان وبيجو بيقول لك ما تغيروش زيت الفتيس. طبعا مش هذكر اسامي التوكيلات عشان خاطر ايه، فمهم توكيلات كتيره زي كده اهو بيقول لك ما تغير زيت الفتيس. زيت الفتيس بيتغير، زيت الفتيس بيتغير، زيت الفتيس بيتغير. ارجع لورا حاضر. وانت تفهم اكتر من الخواجه؟ لا، الخواجه بيفهم اكتر مني وعلى دماغي من فوق، بس بغير زيت الفتيس عشان خاطر انا. زيت الفتيس لما مش بيتغير بيبوظ الفتيس وبيبوظ البلوفه. العربيه دي ببساطه شديده التوكيل كان بيقول ما تغيرش زيت الفتيس، فطبعا الملاك عملوا الكلام ده، ما اقدرش اغلطهم، فلما ما غيرش زيت الفتيس مع العمر. الكلام ده يا اخوانا بره في اوروبا العربيه الاجواء كويسه جدا، مش بتمشي وتقف 50 مره كل 20 سم، ما فيش الدعك والقرص والحراره وكيك داون والكلام ده كله. العربيه بتعيش بره ماكسيمم 100,000 كيلو، بتبقى متدلعه في ال 100,000 كيلو، فهو ده اللونج لايف بتاعهم، هو ده العمر الافتراضي. فزيت الفتيس لما كان الملاك مش بيغيروه كانت العربيه بتبدا تضرب بلوفه، ويبدا الفتيس يتاثر، ويبدا يبقى فيه رايش من التروس يدخل جوه البلوفه يسدها، وبالتالي الفتيس يبدا يبوظ، فتبدا تغير في البلوفه، فالفتيس يبوظ تاني، تيجي تغير الزيت هو فيه رايش، ينزل الزيت القديم بالرايش يتحط زيت جديد. ببساطه اللي كان بيغير زيت على 70,000 80,000 ماكسيمم الفتيس عاش معاه. طالما الفتيس سليم ما تقلقش منه، طالما بتحافظ على غير الزيت ما تقلقش منه، ما فيهوش اي مشاكل. الفتيس 4 غيار محترم ما فيهوش اي مشاكل بامر الله. لسه واحد صاحبي معاه بي ام دبليو اكس 1 فتيس دول كلاتش، فالوكيل بيقول له ما تغيرش زيت الفتيس، قلت له غير زيت الفتيس، راح غيره على 70,000 وفعلا كان بدا يتحرق. العربيه من ضمن العيوب اللي فيها هو عيب عبيط جدا، الدينامو، يعني على رينج 150 160,000 كيلو الدينامو بيبوظ، عمر افتراضي بترميه وتشتري دينامو تاني واسعاره عاديه، فمش عيب اذكره. كمان نقطة، دورة المية في العربية دي حساسة شوية، بمعنى إيه؟ لو حد كان بيحط مية من الحنفية بأملاحها بهدل الموتور، هتيجي أنت بعد كده تعمل دورة تنظيف مية وتحط مية نظيفة هتبهدل العربية. لازم تكون دورة المية من يوم ما كانت العربية زيرو مع حد نظيف يكون بيحط مية نظيفة، رمبة المية بتغير في ميعادها، مفيش أي مشاكل من دورة المية طالما أنت مهتم بيها زي أي عربية عادية. طيب العيب اللي بعد كده، قطع غيار العربية زي ما قلت أسعارها كويسة جدا لكن ليست الأكثر انتشارا، بمعنى إيه؟ العربيات الكوري والياباني في كل شارع في بلادي تلاقي قطع الغيار مرطرطة والأصلي والتقليد والمضروب والصيني والتايواني والكلام ده. هنا قطع الغيار مش منتشرة نفس الانتشار، موجوده عادي جدا بس مش عند كل الناس، يعني مش هتلاقيها منتشره في الاقاليم او بعيد شويه. لو حضرتك من محافظه قبلي شويه مش موجود قطع غير بيجو 307 الا نادرا جدا. طيب العيب اللي بعد كده، الفتيس بتاع العربيه بيميل ناحيه انه يدي عزم اعلى، يعني بيأخر على الغيار. يعني انت لو رجلك خفيفه زي حالتي مش بتتسارع قوي ماشي هادي، هتلاقي الفتيس دايما بيأخر على الثاني بيأخر على الثالث، مش عايز ينقل بسهوله. ليه؟ عشان يخلي الار بي ام دايما عالي فيديك عزم اعلى. ميزه وعيب، الميزه ان بيخلي العربيه حاضره تحت رجلك، العيب ان بيخلي صوت الموتور عالي على طول ويزود سلك البنزين سنه. كمان الفتيس اجريسيف في النقله بتاعته، يعني عافي، يعني انت بتحس بنقله الغيار عنيفه شويه حتى لو مش سايق على سبورت مود. العيب اللي بعد كده ان مجرد ما تضيف الصف الثالث بتاع المقاعد شنطه العربيه تلاقيها قد كده اهو خلاص، يعني بتاعت 30 سم قد بتاعت البيكانت والاي 10 والكلام ده. مش قادر اقول ان عيب في العربيه لان معظم العربيات السبع راكب بتبقى كده، بس واجب التنويه. طيب تسارع العربيه، اداء المحرك والفتيس نحطه مع المميزات ولا مع العيوب؟ على فكره بينزل منها بره 1400 سي سي و2000 سي سي، اللي نازله مصر ال 1600 التنافس الطبيعي العاديه جدا. طبعا اداء المحرك جيد لكن مش هقدر اقول ان هو ممتاز ومش هقدر اقول ان هو وحش، هنقول جيد، ممكن نديله 7.5 من 10، وده بعد 250,000 كيلو 16 سنه، ده شابوه يترفع له القبعه. طيب ثبات العربيه، ثبات العربيه جيد لجيد مرتفع بالنسبه للفئه السعريه، يعني هي من افضل العربيات في الفئه السعريه ثباتا. العفشه بتاعت العربيه بتميل للخشونه شويه، ناشفه شويه بس مش اوفر، كويسه عشان تمسك العربيه السرعات العاليه اللي بطنها عاليه على الارض، لكن معقوله جدا.
طيب الخلاصه، لو انت معاك عيله ومهتم بمساحات التحميل ومهتم بشنطه كبيره وممكن تحتاج 7 سيت ومحتاج عربيه ليها برستيجها ومحتاج عربيه مميزه متفرده شويه، لو انت محتاج اداء جيد، ثبات جيد، بتهتم بوسائل الامان، بالسيفتي باكج، لو انت محتاج تاخد باكج كاميرات كبير فئه سعريه قليله ومش عايز تركب صيني او كوري، العربيه دي الكلام ده كله. عربيه اعتماديه ومعمره، في ناس معاها عربيات زيها ماشيه 300,000 و400,000 بالمحرك الاصلي وستيل العربيه كويسه. على فكره كلمه انا كنت قلتها في الريفيو بتاع بيجو 3008، بطلع اتفرج هسيب لك من الاي هنا، العربيه دي الموتور بتاعها اقل من 10,000 جنيه النهارده. لو انت بقى في حته ما فيهاش قطع غير بتاع العربيه وصناعيه مش فاهمين فيها قوي وفي حته قبلي محافظات وجه قبلي شويه والكلام ده، مش هتبقى العربيه دي افضل اختيار بالنسبه لك. اركب منها حاله نظيفه هتتبسط منها قوي وهتنزل من بيجو تركب بيجو. في واحد صديق كان معاه عربيه اختها بس الاكس تي ال هاتشباك، نزل منها ركب بيجو 3008، قلت له انت داخل دماغك؟ قال لي خلاص العربيات دي عربيات 100 100. بس كده. لو عجبك الفيديو، انا اسمي محمد فاروق، قناه اسمها تجربه كار، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتعمل شير للفيديو لو عجبك، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. سلام.